اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه علمي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل قضاء. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي. أسألك يا إلهي يقينا صادقا حتى أعلم أن لن يصيبني إلا ما كتبته لي، ورضني يا مولانا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا بنات مش حرمكم من حاجة، جايبالكوا فيديو جبار بجد والله، هتستفادي منه في حاجات كتير جدا. هنعمل مع بعض كذا حاجة. هنعمل الغدا، هوريكم طريقتي في عمايل الكشري وسر محلات الكشري كلها، بل بالعكس هتعمليه أحلى منهم بمراحل. تاني حاجة هنعمل وصفة الصابون البلدي، لو مهتمية اعمليه بطريقتي هتعجبك جدا. هنجيب مشتريات مع بعض، واخر الفيديو هنعمل مع بعض صنف حلو، هنعمل بيتي-فور اقتصادي على قد الايد ان شاء الله. باذن الله الفيديو هيعجبك جدا. ممكن بقى اموراتي فضلا وليس امرا، لو لسه ما اشتركناش في القناه تنوروني باشتراككم وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه، وحطيلي لايك، ده الدعم منك ليا، واكتبي لي كومنت لو حابه علشان اقدر ادخل ارحب بيكي. بصوا يا بنات، انا نزلت اليوم ده بالليل. الطماطم حلوة جدا جدا جدا، كانت ب4 جنيه. جبت 10 كيلو. الحقوا يا بنات فرزوا الطماطم، الطماطم هتغلى. كل ما تنزلي جيبيلك شوية، يعني انا فرزت معاكم قبل كده كمية محترمة، ورغم من كده اول ما نزلت ولقيتها ب4 جنيه جبتها. وعلى فكرة حلوة جدا وجامدة وحمراء، يعني انا بس جبت كام واحدة كده كانوا مصفرين شوية علشان اكمل الميزان. والبطاطس اللي شفتوها معايا ديت كانت ب10 جنيه. الكلام ده كان بالليل، يعني كان في حدود الساعة 8 9. بالنهار بتبقى البطاطس ب12 ونص، لكن القوطة بصراحة مش عارفة سعرها دلوقتي بكام. تعالوا ندخل بقى على الغدا بتاعنا. النهاردة هنعمل كشري مصري. بص يا بنات، اول سر من اسرار عمايل الكشري الحركة اللي انتوا شايفينها دي. هاتوا زيت غزير وانزلوا عليه بالبصل، بس يبقى شرايح رفيعة شوية، وهنحمره كويس جدا. هنا ما كانش عندي صلصة جاهزة فضربت طماطم في الخلاط وعملتها. وهنا باخد من الزيت اللي حمرت بيه البصل وبعمل بيه كل الكشري. والله يا بنات لو ما بتعملوش الطريقة دي جربوها على ضمانتي انا، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هيعجبكم جدا. انا بعمل صلصة الكشري بالثوم مش بالبصل. كده كده الزيت واخد طعم البصل. بحمر تومية وبنزل عليها بمعلقة خل، وبعد كده بنزل عليها بالصلصة، ملح فلفل كمون، وهسيبها بقى ايه تغلي كده مع نفسها وتتقل. بصوا يا بنات، بالنسبة للمكرونات بتاعة الكشري، لو انت عندك مكرونات في البيت تمام، خدي نوع نوعين 3 زي ما بتحبي المتوفر عندك
واشتغلي بيه. ما عندكيش اشتري من العطار، يعني مثلا لو هتجيبي كيلو قوليله عايزة كيلو مكرونة مشكلة، فاهمني؟ هيحط لك بقى شوية من الاسباجيتي وشوية من القلم وشوية من المقصوصة كده، يعني كيلو الا ربع زي ما انت ما عايزة وبتحبي. هنزل بقى بكمية الزيت وهحمر الشعرية اللي هنعملها للرز. طبعا انا مسرعة المقاطع جدا جدا جدا، بس ان شاء الله بالشرح هتبقوا معايا يعني في كل حاجة، علشان بجد ما بقيتش احب اطول عليكم الفيديو جامد. خلاص كده انا حمرت الشعرية ونزلت عليها بالرز بخليه يتشوح كويس، وبعد كده نزلت عليه بالملح. وبصوا يا بنات، هاتوا العدس بجبة، يعني انا زمان كنت بقول لكم اسلقوه وحطوه على الرز، لا مؤخرا ما بقيتش اسلقه، بقيت اجيبه انقعه ساعة ساعتين على حسب الوقت المتوفر عندي، وبعد كده بنزل بيه ني زي ما هو على الرز، بيستوي مع الرز وهو بيستوي وبيبقى حلو جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، دي طبيعتي، انا بحب اشتغل في كذا حاجة في نفس الوقت، عشان ما بحبش وقفة المطبخ، والدنيا ايه تبقى سهلة كده معايا. خلاص المكرونة بتاعتي استوت وصفتها واديني ببردها، اهم حاجة تبرديها كويس جدا علشان ما تمسكش في بعض كده وتبقى كتلة. وبوريكم هنا يا بنات ده الباقي من العدس، بحطه في كيس وبحطه في الفريزر للمرة اللي بعدها. تعالوا بقى هنعمل الدقة مع بعض، توم مع فلفل احمر مع شوية زيت من اللي فاضلين، انا بشتغل بالزيت اللي عملناه عشان كده بقول لكم بنكتر شوية، يا دوبك بتتشوح ما بخليهاش تغير لون ولا حاجة، وبنزل بمية وخل وملح وكمون وليمون. تمام، والشطة طبعا اساسي معانا، حتى يا بنات لو ما بتحبوش الشطة حطوا شوية صغيرة، لان بجد بتفرق قوي في طعم الاكل. بصوا بقى يا بنات، انا بزود ليمون، وفي اضافة الليمون المفروض ان انا ببقى قفلت النار خلاص، وبنزل بقى كده بالقشر علشان ايه يديني مزازة اكتر. وادي شكل الكشري بتاعي بألف هنا وشفا، حطولي لايك. بجد والله العظيم لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. انا من ساعة ما بقيت اعمل الطريقة دي الحمد لله بفضل الله بقالي سنين ما بشتريش اي كشري من بره نهائي، ما بيعجبنيش خالص. بصوا بقى الجمال، دي مش كيكة، ده الصابون يا بنات. بجد الحاجة اللي بتعمليها في البيت بجد بتبقى حلوة جدا ووفيرة ونظافة من الاخر. مكونات سهلة جدا معايا، اي زيت مستعمل، ملح، صابون سائل، كربوناتو، بوتاس. هجيب اي قشور برتقان او استفندي او ليمون قديمة عندي علشان اعزز الصابون بتاعي. طب انا ما عنديش مش مشكلة، بس انتهزي اي وقت يبقى عندك فيه ليمون وشيليه في كيس وحطيه في الفريزر. بصوا يا بنات، هنا يستحسن ان انتوا تسيبوا آه المية بتاعت الليمون والبرتقان تبرد، وبعد كده تنزلوا عليها بالبطاطس. تمام، ولازم نشتغل في حاجة قديمة. انا هنا استنيت لحد ما برد معايا تماما، وهاجي بقى اصفي الزيت ده يا بنات كان زيت بطاطس فكان نظيف جدا، مفهوش اي حاجة انتوا شايفين في المصفى. طبعا مش هقدر اقولك مقادير لان انا ما كنتش عارفة كمية الزيت اللي محطها قد ايه. هنزل بمعلقتين ملح، بس هو ما يقارب يعني كاللتر الكمية اللي انا حطيتها ديت. وهنزل بالكربوناتو، بجد 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 من انجح الوصفات اللي عملتها في حياتي، ما شاء الله تبارك الله. معلقتين سكر كبار او قولي 3 كمان، لان السكر بيعزز معانا الرغوة جدا وبديل الجليسرين.
ونزلت برضو بمعلقتين خل. بصوا يا بنات، اهم حاجة التقليب، اهم حاجة التقليب. عندك الهاند بلندر هتشتغلي بهاند بلندر، عندك خلاط تشتغلي بالخلاط بس تغسليه كويس جدا، ويستحسن لو خلاط قديم. ما عندكيش ولا ده ولا ده، قلبيه واخرجي، بعد شوية خشي قلبي واخرجي بعد شوية. فاهمين يا بنات؟ ونزلت بكوباية صابون سائل، بتعزز طبعا الرغوة معايا، بما اننا يعني شعب بنحب الرغوة كده واحنا بنشتغل. هفضل اضرب بقى يا بنات لحد ما يتقل معايا. لو لقيتيه ما تقلش معاكي، حط شوية دقيق او شوية نشا، بيربط كويس معاكي. هنضرب بقى كده لحد ما نوصل القوام اللي احنا عايزينه. وهنا كان عندي قالب كده على شكل فيل، حطيت عليه شوية زيت ونزلت بيه بالخليط، بس للأمانة يا بنات هو ما عملش شكل ولا حاجة. فالقوالب يعني ايه، مجرد بس هيبقى قطعة كده معاكي، لكن مش هتعملك اي اشكال. بتجيبي بقى اي صينية قديمة عندك واي كيس بلاستيك، وانزلي عليه بقى بالخليط. بصوا يا بنات، الخليط معايا ولا هو خفيف او ولا هو تقيل، تمام، لان ده بيفرق معاكي في الوقت اللي هينشف فيه. خلاص كده. واهم حاجة يا بنات نحطه في مكان فيه تهوية كويسة وبعيد عن الاتربة. بصوا يا بنات، بختبر لكم الرغوة دي كانت بقايا كده منه. وطبعا بقول لكم هنا ان هو امن جدا، يعني بصوا انا غسلت بايدي. تعالوا بقى هنقطعه، يعني ولا كان نشف ولا اي حاجة، ده اللي هو الباقي كده اللي كان في الطبق. بس طبعا الحركة دي مش صح، محدش يعمل كده. انت المفروض عشان تستخدمي الصابون البلدي دوت ما يقلش عن اسبوع او اسبوعين، علشان البطاطس تبقى ضرره قل جدا. هنا يا بنات بوريكم ان هو مسك شوية بس لسه ما نشفش. وهنسيبه بقى لحد ما ينشف كده خالص، تخبطيه كده في بعضه تسمعي صوته. طبعا انا هنا عشان كنت حاطه مفرش فيه لون، فاللون طلع فيه، بس مش مشكله، يعني ما ضايقنيش في الاستعمال في حاجه. وما شاء الله تبارك الله الكميه دي بتقعد معاكي كتير جدا جدا، وانا بستعمله كتير يعني. فطبعا انتي لو بتستعمليه قليل هيقعد معاكي اكتر من كده. وهنسيبه ينشف كمان يا بنات، يعني ده كده كمان مش نشف 100%، لا طبعا بعد ما بتشيليه من الكيس بتسيبيه ينشف شوية كمان. بصوا يا بنات ما شاء الله تبارك الله، الفتافيت دي بقى هختبر لكم بيها الرغوة. بصوا يا بنات، هي طلعت اهي بس ما عملتش شكل بقى ولا حاجة، فمش مشكلة، بس كان حجمها كبير على فكرة، يعني دي بمقام قطعتين. بصوا بقى يا بنات، بصوا، حاجة بسيطة جدا، ما شاء الله تبارك الله، يعني رغوته كانت عالية جدا. وهجرب لكم هنا في غطا اللبنة، بصوا هتلاقوه بيبرق. انا زمان على فكرة يا بنات ما كنتش اعرف يعني ايه صابون بلدي، لاني ما كانش عندي ألمونيا اصلا، انا ما كنتش بستعمل ألمونيا. فمؤخرا عرفته وندمت ان انا ما كنتش اعرفه من زمان. ما شاء الله تبارك الله، الوصفة جبارة يا بنات، جربوها. هنا كنت بعدلكوا عدد القطع، وبقول لكم دي بمقام 2 اصلا، وهو مش بينشف الايد ولا اي حاجة. تعالوا بقى ندخل على صنف الحلو بتاعنا، البيتي فور الاقتصادي اللي من غير مكن، من غير اي تعقيد ولا كيس حلواني ولا اي حاجة. بصوا يا بنات، دايب دوب، والله العظيم حلو جدا جدا جدا. تعالوا هنعمله مع بعض بأبسط المقادير،
وهنعمل سادة وشوكليت. هنا يا بنات نزلنا بكمية السمنة بتاعتنا. ولو يا بنات في حاجة في الوصفة ما قلتهاش مظبوطة، انا عاملة بقى فيديو منفصل للبيتي فور، فترجعي وتشوفيه هتعرفي بقى المقادير بالظبط. يعني ده كان كيلو سمنة، بتفضلي تضربي فيه كده لحد ما لونه يفتح معاكي، وبعد كده هننزل بالسكر بتاعنا بالتدريج. كل ده والكبة شغالة معانا كده. نزلنا بكوبايتين. بصوا يا بنات لونه بيفتح كده وبيبقى عامل زي الكريمة. وننزل بقى ببيضاية بيضاية، ما ينفعش ننزل بالبيض كله. البيض لو كبير معاكي 3 بيضات، صغير خليهم 4. بصوا يا بنات انا بنزل ببيضة بيضة. وطبعا نزلت بفانيليا، كيسين فانيليا، عشان انا من الناس اللي ما بقدرش احط حاجة فيها بيض من غير فانيليا. 3 اكياس كمان، 4، ما شاء الله عليا. انا عندي فوبيا يا بنات، يعني هي مشكلة فيا، انا عندي فوبيا من البيض. يعني ما بحبش اكل اي حاجة واحس بطعم البيض فيها. يعني لو الاولاد ما كانش عندي قرص او اي حاجة وراحوا اشتروا قرص من فرن، انا ما بقدرش اكلها بسبب ريحة البيض اللي فيها. هنا يا بنات نزلت بالدقيق بتاعي وشلت منه معلقتين من الدقيق وبدلتهم بنشا. هنزل بقى بكل الخليط ده كويس جدا. وطبعا انا نخلة دقيق، وهنفضل كده بقى ايه نقلبه على الهادي كده، ما بيحتاجش تقليب كتير يا بنات. هنستخدم ايدينا طبعا. واستاذة رهف كالعادة قاعدة على الرخامة، يعني ما شاء الله تبارك الله، عندها 5 سنين ولسه بتقعد لي على الرخامة. بصوا يا بنات الجزء اللي بنحط فيه الكاكاو الخام بنزود له معلقة سمنة او معلقتين سمنة، وده الشكل النهائي. بندخله على فرن درجة حرارته متوسطة، وعينك عليه. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم.